فاضل تلات على الالتيميت اوبا. انت مركز؟ لا، انت مركز ليه زياد؟ انت مركز ليه كده؟ انت مركز معايا قوي كده ليه؟ انت مين؟ انت جاسوس ولا ايه؟ اعزائي تاني بكلم الناس في اللايف ستريم بتاع يوتيوب. اعزائي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاستي وبودكاستكم الموضوع كبير. تدور احداث هذه الحلقة في كايرو تايم وبعد كايرو تايم. انا لسه النهارده دافع قسط فاليو، شركة اسمها فاليو. ايه شركة فاليو دي؟ شركة فاليو دي بتعمل لك حاجة كأن معاك كريدت كارد، تمام؟ وبتدي لك ليميت وبتتعامل معاها على انها فعلا كريدت كارد، تشتري وتقسط فيما بعد. وشركة عظيمة جدا يعني من وجهة نظري. انا معرفش الشركة جواها فيه ايه خالص، بس الشركة السيرفيس بتاعتها محترمة جدا، وعلى طول في اوفرز وحاجات حلوة جدا. فالشركة دي انا كنت بتعامل معاها، عندي بقى موتوسيكل كنت بتعامل معاها في تقسيط حاجات شخصية ليا. ولما رحت كايرو تايم بدأت استخدم فاليو في تقسيط حاجات لكايرو تايم، تمام؟ انتوا سامعين الاصوات اللي انا سامعها دي صح؟ فبدأت اشتري حاجات واحدة واحدة كده لكايرو تايم. كل حاجة بشتريها بايه؟ بفاليو. يعني ايه؟ يعني بشتري حاجة فلنفترض مثلا ب5000 جنيه، تمام؟ وانا الليمت بتاعي في فاليو 10000، فاشتري الحاجة يتخصم من الليمت بتاعي في فاليو 5000، تمام؟ واقسط بقى ال5000 دول براحتي. هما على طول كده في اوفرز تقسط 12 شهر من غير مش عارف ايه فوائد ولا بتاع. يعني هتشتري حاجة ب 12000 كل شهر تدفع لك 1000. شركة بطوطة جدا، انا حاببها فشخ، من الشركات المحببة لقلبي، مع ان فيها كده غموض غريب بس بحبها. الفاليو دي جبت بيها اللابتوب القديم بتاعي. شركة بطوطة جدا. كان معايا 17000 واللابتوب كان 27000. ف رحت بوث من البوث ده، اعلان لفاليو بقى، بس انا بحكي قصة يعني. اشتركت في فاليو ادوني الليمت 10000، فبقى معايا 17000 كاش و10000 في فاليو. رحت بقى اشتريت اللابتوب وقلت له هدفع بفاليو الباقي، قال لي اوكي عادي قشطة. حوار بطوط جدا. وقسطت الباقي، قسطت الباقي على 3 شهور ولا حاجة زي كده يعني. وناس محترمة جدا 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 بقى، لان البيمنت مش اوتوماتيك، لازم تدخل كل شهر وتحط رقم الكريدت كارد بتاعتك والحوارات دي. كل شهر لازم تدخل تعمل كده، لو ما عملتش كده يبقى انت كده بتتأخر في الدفع. ففي شهر من الاشهر يعني اشهر كتير، بس في شهر منهم في حد اتصل بيا بقى من إدارة الائتمان، قال لي يا فندم احنا اخر الشهر يا فندم. يعني انت في ايه؟ انت تدفع امتى بقى؟ ملاش كده. كان محترم جدا، كلامه محترم جدا. وانا بصراحه الفتره دي ما كانش معايا فلوس، فقلت له يعني لما ربك يفرجها. قعدت اشرح له بقى حوار آه الفلوس بتاخد وقت قد ايه لحد ما تدخل الاكونت، ومن الاكونت بستنى وقت قد ايه لحد ما اقدر اسحبها كاش او اقدر احولها مش عارف ايه. والراجل كان متفاهم الموضوع وقعد يحسب الحسبه دي في دماغه، وقال لي يعني على يوم الاربع حضرتك هتبقى عندك القدره انك تدفع القسط. قلت له تقريبا. قال لي تمام، يبقى انا همد لحضرتك فتره مش عارف ايه علشان الاي سكور بتاعك ما يتاثرش. اوبا، انا بعشقك. جميل جدا، راجل جميل جدا وشركه بطوطه جدا حتى الان يعني. تعاملي معاهم بطوط جدا.
واول ما اتصل بيهم يعني اي مشكله واجهتها في فاليو كانت بتحل على طول، على طول كده. فانا لما رحت كايرو تايم، يا بص دخلنا في موضوع ايه. لما رحت كايرو تايم بدات اشتري حاجات لكايرو تايم بفاليو، والحاجات دي تراكمت مع الوقت. يعني النهارده اشتري حاجه، بعد يومين اشتري حاجه تانية، بعد اسبوع اشتري حاجه تالتة، بعد حاجة مش عارف ايه اشتري حاجه. والحاجات بقى اسعارها بتتراوح من مش عارف كام لمش عارف كام، فاهمين؟ كنت بشتري بالليميت اللي موجود. كل شويه اشتري بالليميت واقسط، اشتري بالليميت واقسط، اشتري بالليميت واقسط. والقسط بيكون لسنين يعني، مش سنين. تقريبا مرتين بس اللي عديت فيها سنة واحدة. ولا انا عليا اقساط ل 2023؟ يا نهار اسود، هفضل ادفع. انا مدين ليكم، انتوا شركة عظيمة. اه بصراحة يعني شركة محترمة جدا في تعاملاتها. حتى الناس اللي شغالين في الشركة دي، يا نهار ابيض، متفهمين كل حاجة. متفهمين ان انت متضايق ان الليميت بتاعك صغير 10000، مش عارف تشتري حاجة. بس يعني انت ما عندكش اوبشن تاني، هنعمل لك ايه؟ بيقولوها لك، بيجيبوها لك كده، بس بيقولها لك ايه؟ أم... باحترام جدا. يا ريت بصوا اتعاملوا مع الشركة دي. يلا بقى، يلا بقى دعاية الفاليو. تعالوا سبونسور البودكاست ده، هحط اللوجو بتاعكم كده بس وخلاص. سبونسورد باي فاليو. يلا يا عم، شركة محترمة جدا بصراحة. ولما اتأخر عن الدفع المفروض في غرامات وبتاع. انا اتأخرت كتير قوي، الا مع عمري او مرة واحدة بس او مرتين هما بس اللي نزلوا عليا غرامة، وغرامة مخفضة، فاهمين؟ فيعني بطوطين جدا، بحبهم جدا بصراحة. عدي بقى طيارة. تفتكروا الناس دي مسافرة رايحة فين؟ اوبا. ف فلما رحت كايرو تايم بدأت اشتري حاجات، والحاجات تراكمت وبتاع. ولما مشيت من كايرو تايم ما كانش معايا فلوس ان انا ادفع القسط بتاع فاليو. ففاكر بعد ما مشيت، اوبا، ايه الاصوات دي؟ سو بروفيشنال. لما مشيت، شو مش هعمل حتى الموبايل سايلنت، مش مهم. لما مشيت كان معايا بتاع 7 جنيه وحاجة، والقسط كان 1600 وحاجة. فكلمت الشركاء بتوع كايرو تايم، قلت لهم يا جدعان القسط ده بتاع حاجات موجودة في كايرو تايم، حاجات انا مشتريها لكايرو تايم. حتى لما مشيت ما فكرتش ان انا اخد حاجة من الحاجات اللي جبتها لكايرو تايم. عربيات كتير، بس لو قفلت الشباك هموت من الحر. فعندي حاجاتي الشخصية في كايرو تايم، وعندي الحاجات اللي انا مشتريها لكايرو تايم. فكان الاقساط دي اقساط ايه؟ كايرو تايم. خلاص الحاجات الشخصية دي انتهت من زمان، لان الموضوع اتدمج في بعض، وانا بقيت عايش في كايرو تايم حرفيا. مش يعني سبت شقتي. anyway، فكلمت الشركاء قلت لهم يا جماعه في حاجه اسمها فاليو. هم مش عارفين بقى، يعني هو واحد بس هو اللي عارف حوار فاليو او اتنين. التالت ما كانش عارف، التالت عمرو، اخر واحد. آم، اخر واحد دخل الشركه يعني. موتوسيكلات بنت كلب. فعمرو رد عليا. انا كلمتهم كتير قوي وحاولت افهمهم فاليو لازم يدفع، لو ما دفعتش الاي سكور بتاعي هيبوظ. الحاجات دي بتاعت كايرو تايم، انا جايبها لكايرو تايم، فاهمين؟ انا خلاص طلعت. فقعدت اتكلم كتير كده كتير عشان مش معايا فلوس ومش عارف اتصرف ازاي، والدنيا بصوا اتقفلت.
فكلمتهم، عمرو رد عليا. عمرو تقريبا هو اللي فهم ايه المشكله اللي انا فيها دي، وادرك ان يعني عمر بيقول ان الحاجات دي بتاعت حاجات هو جايبها الكايرو تايم. اكيد الكلام ده حقيقي، ما فيهاش نقاش. هو اللي ادرك بقى الحته دي، وقال لي تمام انا هحول لك الفلوس دلوقتي. حول لي الفلوس ده اول ما مشيت من كايرو تايم، ودفعت القسط بتاع فاليو ساعتها. الكلام ده كان امتى بقى؟ بعت انا للشركه بعد ما مشيت ايميل بقول لهم عايزين تدوني فلوس هاتوا فلوس، مش عايزين تدوني فلوس ما تدونيش فلوس، يعني قشطه. اجتمعوا بس مع بعض واعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. فمن ضمن الحاجات اللي قلتها في الايميل هو حوار فاليو. قلت لهم اللي انا بدفعه لكم هو كذا في الشهر، والقسط بيتغير. فاهمين؟ هو القسط في فاليو مش قسط ثابت. لو حد بيستخدم فاليو فاهم الحوار ده. يعني الشهر ده يبقى كذا، الشهر ده يبقى كذا، وهكذا. ويفضل قسط يقل على حسب بقى انت عامل ايه، انت مهبب ايه، مشتري يعني ايه انت. والقطع بقى الصغيرة كده اللي تشتريها دي، بصوا تتراكم عليك، فتلاقي القسط الشهري بتاعك بيزيد بيزيد بيزيد. بس انا كنت مركز ان القسط ما يزيدش عن 2000 جنيه، عشان يعني هيجي اخر الشهر ومش معايا 2000 جنيه اقدر اتصرف واظبط. المهم فعمرو بعت الفلوس ودفعت القسط ونسيت الحوار خلاص. هو بقى عندي قسط شهري بدفعه بتاع كايرو تايم. ما بقولش لحد ان انا بدفع قسط الكايرو تايم ولا، فاهمين؟ مش مركز مع الحوار خالص خالص، ولا في دماغي. الايس كريم ده عظيم. ايه بقى شركة ايه نعمل لها دعاية؟ لافلي. وهيكون مليان حاجات صناعية وانا ولكن احد الشركاء قال في رسالة غريبة جدا ان لو جبت سيرة كايرو تايم على لسانك تاني هدوس عليك فيا ولاد انا ما زلت حتى هذا الوقت بدفع اقساط لكايرو تايم. تمام، لسه بصرف عليكم. تمام، تمام ولا مش تمام؟ انا عايز اسمع تمام. لا اكتبوا لي في الكومنتس، انا عايز الكومنتس كلها تمام. لسه بصرف عليكم يا ولاد. اوكي تمام. والموضوع مش في دماغي، بس انتوا خليتوني افتكر بقى ده انا بصرف عليكم. والله احيانا بتبقى سحلة دفع القسط ده. تمام 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 تمام. ارجع وادوس عليك تالت واحد من شركاء كايرو تايم. بس يا ولاد انا حبيت اعمل حلقة صغننة عشان ايه؟ نتكلم كل يوم كده، نحكي كل يوم كده حدوتة من حواديت كايرو تايم، نتبسط فيها مع بعض، نحس بقى حسات حلوة كده، بحيث في النهاية لما حد يسيرش على يوتيوب او حسيت ان في بورصة دخل من الشباك من يوتيوب او جوجل كايرو تايم، البودكاست بتاعي هو اللي يطلع. البودكاست بتاعي وبودكاستي وبودكاستكم. بس ما تركزوش قوي في الكلمة يا جدعان. يعني الناس بتكلمني تقول لي البودكاست بتاعنا بقى لا استنى بس، تعالى هنا انت بتعمل ايه؟ ماشي يا عم.
اعمل دعاية لشركتي يا عمر.